تقدروا تحولوا الديكور بتاعكم من ديكور عادي لديكور احترافي بحاجات بسيطة قوي. وده الجزء التاني من افكار ومعلومات عن البلالين. واول فكرة هنعملها هنحتاج فيها البالونة الطويلة دي، واول حاجة بعملها اني بنفخ البالونة كلها على الاخر وبعدين بفضي كل الهواء من البالونة. بنعمل الخطوة دي عشان البالونة حجمها يكبر، يعني هتلاحظوا ان هي اطول واقرب من الاول مقارنة بالبالونة العادية اللي متعملش فيها اي حاجة. هنحتاج بعد كده اي عصاية مدورة ورفيعة زي عصاية المقشة كده، وربطت فيها بالونة كده، ولو معاكم حد يساعدكم هيكون احسن من البالونة. ودي عشان اثبت فيها بس البالونة الطويلة اللي انا نفختها من شوية. وبعدين بلف باقي البالونة على العصاية لفات ضيقة، ونراعي ان البالونة تكون مفرودة كويس وما فيهاش حاجة متنية. وعلى الوضع ده كده بقى هننفخ البالونة. نفك البالونة من العصاية ونربطها، وكده البالونة جاهزة. شكلها خطير. وعملت منها ألوان تاني، وعشان أثبتهم في بعض بمسك كل بالونة كده وباخد منها جزء صغير من تحت والفه كام لفة. عملت التانية بنفس الطريقة، وبعدين بنمسك البالونتين كده وندخلهم في بعض ونلفهم على بعض برضو. وكل ما تحتاجوا تزودوا بالونة تاني اعملوا نفس الخطوات. فأنا عملت الاتنين دول كمان. واخر حاجة بقى ان انا هلفهم كلهم على بعض عشان يبقى كلهم حاجة واحدة. بعد كده بنجيب بالونة طويلة ونربطها في بعض. دخلتها كده في البالونات الصغيرة اللي انا عملتها دي، ودي البالونة اللي هثبت منها البلالين دي في الستاند بتاعي. بنشدها كده وندخلها في اي بالونة من الكبار، وبس كده ثبتت. ممكن بقى نظبط الالوان زي ما احنا عاوزين. وده كده شكلها النهائي. شكلها تحفة وبجد فرقت قوي مع شكل الستاند. تعالوا بقى نعرف كل الطرق اللي ممكن نثبت بيها البلالين اللي بنضيفها للستاند. اول واسهل واحلى طريقة بالنسبة لي هي استخدام الاساتك، لانها سهلة وسريعة ومش مكلفة. بنثبتها الاول في البالونة بالشكل ده، ونشد الاستك كده وندخله في اي بالونة من بلالين الستاند. تاني طريقة باستخدام البالونة الطويلة، والطريقة دي كمان حلوة قوي لو هنستخدمها في ان احنا نثبت في الطرفين البالونة كده. انا ما ربطتش حاجة، انا لفيت الاطراف بس على البلالين، وبيبقى فيها مرونة شوية في التحكم بعد ما بنحطها على الستاند، وممكن نحرك البلالين بعيدة عن بعض لحد ما شكلهم يبقى كويس. الطريقة اللي بعد كده برضو حلوة قوي. بستخدم الدبل فيس، ده مخصص للبلالين. بيبقى عبارة عن دواير كده محطوطة على الشريط الابيض ده، قوي جدا ومش بيحتاج ان احنا نقصه من على الشريط ولا حاجة. هو جاهز اصلا ومقصوص فبينجز معانا الوقت. الطريقة اللي بعد كده هتستغربوها، بس لو ما فيش اي حاجة من اللي فاتت دي متوفرة احنا نقدر نستخدم الشمع. وما تقلقوش البالونة مش هتفرقع. اخر طريقة وانتوا شفتوها قبل كده، ان احنا بنستخدم البالونة الطويلة دي ونربطها في بعض ونثبتها في البالونة وبعدين نثبتها على الستاند. ودي كده كل الطرق. في طرق انا بستخدمها في اوقات، واوقات تانية لا ما بتبقاش مناسبة، وفي حاجات بستخدمها لان انا مضطرة وما عنديش غيرها. فانتوا كده تقدروا تحددوا طريقة مناسبة ليكم. وهسيب لكم لينك الجزء الاول في الكومنتس.